يعطيكم ألف عافية من مركزية شتورة البقاع. بداية نقطتين اليوم بدنا نحكيهم سريعا. أول نقطة، 4 سنين من بداية الأزمة وشهدنا تخبط طلوع ونزول بعشرات الآلاف بسعر الصرف. والنقطة الثانية اللي بدنا نحكيها اليوم، أقل من شهر على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فماذا سيحصل بعد 31 تموز؟ أولا يا أخوان خلينا نحكي بأول نقطة. كلنا بنعرف صرنا بعمر الأزمة ما يقارب ال4 سنين. بهال4 سنين كنا عم نشوف طلعات ونزلات دايما بالعشرات الآلاف، أحيانا بالآلاف، أحيانا بالمئات، لكن هيدي الطلعات كانت تقابلها نزلات عبر تعاميم أو غير تعاميم، ولكن كنا دايما نشوف من بعد كل طلعات نزلة بالعشرة بال20,000، أحيانا بال15,000 وإلى آخره. وآخر تعميم نزل من مصرف لبنان بآذار الماضي ومستمر لحد هاي اللحظة. طبعا هيدا التعميم نزل السوق ما يقارب 50,000 ليرة أو حتى أكثر من 50,000 ليرة. لكن إذا بدنا نرجع شوي لورا من أول الأزمة لليوم، بكل طلوع الدولار اللي صار بكل سنين الأزمة، هل كانت الطلعات كلها طلعات طبيعية ولا طلعات فعلية؟ أغلب الطلعات اللي كانت عم تطلع سياسية وفعلية عن قصد. يعني مثال صغير يا أخوان، لما سعر الصرف يطلع بنهار واحد 20,000 أو 30,000، هيدا اقتصاد. وحكينا بوقتها كتير وطلعنا على اليوتيوب وعلى التيك توك وقلنا لكم كل هالطلعات وهم بوهم، اصلا منا فعلية ومنا حقيقية ومنا طبيعية، كلها سياسية وطلعات مفتعلة. نحن اليوم بعدنا بالأزمة، خير إن شاء الله. شو صار؟ لا صار عنا رئيس جمهورية، ولا حدا دعم لبنان، ولا حدا ساعد لبنان، ولا صار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. بعدنا محلنا ولا شي تغير. اللي تغير الشي الوحيد انه يا اخوان بالاول كان طلوع مفتعل وسياسي، لكن باخر فترة يا اخوان بدأ مصرف لبنان بخطة. هاي الخطة بتشمل تقريب الأسعار من بعضها، أسعار الصرف كأنه عبر صيرفة، دولار جمركي، دولار المصرفي، دولار السوق السوداء، كلهم بشكل عام تقريب الأسعار من بعضها. وأنا حكيت بالتفاصيل بنصيحة سابقة عن هذا الموضوع، ولكن أنا اليوم بدي أحكي وحبيت أحكي بهيدي النقطة تحديدا كرمال الناس اللي دايما بتقول انه نحن طلع علينا السوق مثل ما انت طلع عليك السوق. هلأ في ناس نزل عليها السوق وحامل دولار على 110 و120 و130، وحتى اغلب المحللين بعدهم هلأ عم بيقولوا رح نشوفوا، يلا طولوا بالكم 200,000. وصار لهم 3 اشهر و4 اشهر يقولوا للعالم دولارك 200,000 و300,000 و500,000، وكل ما يقولوا 200 و300 بينزل السوق 1000 و2000 ليرة. هيدا السوق امامكم، كل يوم كل يومين ثلاثة بينزل شوي. فيا اخوان مثل ما في ناس طلع عليها السوق، وانا اكيد كل مين طلع عليه السوق، هيدي الجملة حفظوها عندكم، كل مين طلع عليه السوق يوما ما رح يعودهم ان شاء الله بكل نزلة قادمة. فهو الناس اللي، او خليني احكي عن المحللين فقط، لانه الناس بالنهاية هيدا تعبها، اللي كانوا معه دولار على 120 ولا 130 ولا على اي رقم معين. لكن هودي المحللين اللي علقانين دولاراتهم على 109 و120 وما بعرف على اي رقم، هود الناس هن بيحكوا جايبه. طيب ما صار لهم 4 شهور بيوعدوكم بال200,000 و300,000 وكرمال الدولار عم ينزل؟ ما قالوا لكم بعد عيد الفطر؟ ما قالوا لكم بعد رمضان؟ ما قالوا لكم بعد كذا وكذا وكذا والى اخره؟ على كل الاحوال يا اخوان، نحن بكل الفترات السابقة اللي كنا عم نشوفها كلها طلعات مفتعلة كرمال نوصل لهيدا الوقت هيدا اللي نحن فيه هلا. يعني اللي شاف دولار 143,000، تسأل أي شخص بلبنان بيقولك مستحيل بعد ينزل دولارك تحت 100,000. لما كان دولارك 120,000 بيقولك مستحيل بعد ينزل تحت 110. لما عمل دولارك 130 راح البعض يقولك ما بقى ينزل
تحت 120، وبيكون مبيتنا براس القلعة إذا بينزل تحت 120. وهيك هلأ الناس لما بلش ينزل السوق، البعض قال مستحيل كعب السوق 100,000، راح البعض يقول كعب السوق 97، كله موجودين عندي ومصور. حتى البعض التجأ وصار يقول 97,000 هو مثل 1500 ليرة، يعني هيدا كعب السوق. فيا اخوان هيدا كله تهويل، مثل ما حكينا بنصيحة يوم امس، شي بيقول لك 500,000 وشي بيقول لك 25,000. نحن قلنا لكم بكلام واضح، لا هيدا معه حق ولا هيدا معه حق، كله تهويل بالوقت الراهن. نحن حطينا ارقام واقعية لسعر الصرف ما بين 50 وال60، هيدا رقم طبيعي بظل خطة مصرف لبنان المتبعة من آذار الماضي لحد اليوم، وخصوصا كل فترة عم نشوف انخفاض تدريجي بسعر الصرف وبمنصة صيرفة. بالمناسبة اليوم مثل ما شفناها 85 و500 ليرة، نزلت تحت الدولار الجمركي وتخطت التوقعات. البعض صار يقول انه الدولار الجمركي 86. طيب كيف بدها تنزل عن 86؟ على اساس منصة صيرفة إلها علاقة بالدولار الجمركي؟ شو خاصة بالدولار الجمركي وشو خاصة بمصرف لبنان؟ بتنزل ساعة اللي بدها وبيطلعوها ساعة اللي بدها. وانا برجع بقولكن انه الدولار الجمركي بعدني على كلامي راح تشوفوا في انخفاض قريبا ان شاء الله، حتى لو طولت شوي، انه كنا قايلين قبل بوقت، ولكن حتى لو طولت راح نشوف انخفاض بالدولار الجمركي ان شاء الله برقم كبير كمان. نقطة تانية، أقل من شهر على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بعد حكم 30 سنة بمصرف لبنان. طبعا البعض بيقول انه الدولار رح يفلت، نائب الحاكم وسيم منصوري ما رح يعرف يدير الامور، والدولار بده يطلع لارتفاعات كبيرة. على اساس رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، يعني الزلمة قاعد لحاله بهالمصرف، ما عنده نواب ولا عنده اعضاء بالمركزي، ولا لشو الاجتماعات اللي بيعملها رياض سلامة. خلص هو قاعد بالبيت ينزل تعميم، او هو قاعد بالبيت يعمل قرار ويعلي السوق او ينزل السوق بدون اجتماع الاعضاء ونوابه. مصرف المركزي يا اخوان منه حاكم رياض سلامة لوحده، مصرف المركزي حاكم رياض سلامة هو الحاكم صح، ولكن عنده نواب، عنده اعضاء في اجتماعات. خصوصا باخر فترة صرنا عم نسمع انه والله نائب حاكم مصرف لبنان من موافق على منصة صيرفة، او والله في بعض الاعضاء منن موافقين على منصة صيرفة. يا اخوان منصة صيرفة موافق عليها سياسيا ومركزيا من مصرف لبنان، الاثنين سوا. لو منه موافق عليها بتمشي منصة صيرفة من الاساس؟ يعني رياض سلامة هو اللي مشاها غصب من عن نوابه وغصب من عن أعضاء المركزي؟ فيا إخوان في مجلس مركزي عم يجتمع لياخد قرار بالإجماع، ولا لشو هالاجتماع كله سوا من أساسه إذا رياض سلامة لوحده عنده هالأفكار الجهنمية وهو لوحده عم ياخد القرارات؟ فكل هيدي القرارات اللي عم تتخذ يا إخوان هي عم تصدر بإجماع من أعضاء المركزي ونواب الحاكم. فكل التهويل والحكي ما بعد حاكم مصرف لبنان رح يطلع الدولار وبده يفلت السوق، أنا بقولكم من هلا يا إخوان السوق ما رح يطلع لا قبل ما يفل الحاكم ولا بعد ما يفل الحاكم، لأنه ببساطة في خطة من مصرف لبنان متبعة، وهيدي الخطة مش تابعة لرياض سلامة، تابعة لحاكمية مصرف لبنان، للمصرف المركزي ككل، مش لشخص واحد إذا فل بياخد معه الخطة بضبه بالخزانة وبفل وبيطلع الدولار. لا، مش مثل ما بتخيل الناس، مش مثل ما عم تفكر الناس انه بده يطلع الدولار. هيدي خطة للمركزي رح تستمر برياض سلامة وبلا رياض سلامة مستمرة. اعطيكم مثال صغير يا اخوان، اذا هلأ واحد عنده خريطة رسمها، هاي الخريطة اجا عطاها لأي شخص فيكم انه هيدا الطريق من هون، ترجع بتكوع من هون، ترجع بتروح من هون. اعطيك خريطة قدام عيونك، في حدا ما بيعرف يمشي على طريق مثلا بسيارة، وتشوف انت بتبلش من نقطة الصفر لتوصل لل100.
ولا أسهل من هيك. هاي الخريطة مرسومة من قبل المركزي بالإجماع. هيدي عبارة عن خطة مصرف لبنان، أو بدي سهلكن إياها أكتر على الجوجل ماب. في حدا ما بيعرف يمشي على الجوجل ماب؟ إذا أنا أو أي شخص بعت لك لوكيشن، في حدا ما بيعرف يمشي على الجوجل ماب لتوصل على الموقع؟ فهيدا يا إخوان أنا عم فسر بشكل أبسط خطة مصرف لبنان المتبعة من أشهر لحد هاي اللحظة، لأنه هيدي الخطة مكفية للآخر وإلى ما بعد رياض سلامة. يعني باختصار، حتى لو رياض سلامة فل، الخطة مكفية وبالإجماع من أعضاء المركزي ونواب الحاكم، وبتكن أكتر من هيك بغطاء سياسي. طولنا عليكم اليوم، يعطيكم ألف عافية.